خير. دلوقتي حصل موضوع خطير جدًا، ألا وهي خطيبتي حابة تيجي تخش تكتب رأيها في الكتاب دوّة، الحب فيزيا وكيميا وأحياء وجغرافيا على goodreads وإذ بي ما لقيناش حاجة. فزي ما إحنا بنبحث كده عن حب كيميا وفيزيا وأخلاق والحاجات دي، ما فيش أي حاجة زي ما أنتم شايفين. فأنا قُلت إزاي ده ما يصحّش ولازم إن أنا أتدخّل، فقُلت أبحث إزاي بيتضاف، فقالوا لنا والله إن هم غيّروا الطريقة بعد ما كانت manual، فقال لك لأ ده أنت بتخش على جروب للناس اللي هم الlibrarians طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكرة. الناس اللي هم يعني أمناء المكتبات بتوع goodreads. طبعًا ده ناس يعني بيشتغلوا ببلاش يعني، فكتّر خير الدنيا، بحيث إن في كتب كتير بتتضاف على goodreads وما حدش يعرف دي مصدرها إيه يعني وبتبقى موجودة. فكل اللي أنت بتعمله، فأنا قُلت أشارككم الخطوات كده يعني ندردش مع بعضينا. بتخش على الجروب، كل اللي أنت بتعمله إن أنت شايفين بتكبّر كده أيوه، اللي هي new دي بتدوس عليها، تروح دايس عليها بالشكل دوّة، بيفتح لك الشكل الظريف دوّة، بيقول لك حط ديسكشن جديد. يا باشا انت عشان تضيف الكلام دوت هتعمل ايه؟ بص معايا يا سيدي الناس، الصفحه دي طبعا انا هسيبها لكم كده كده في الوصف يعني، بتخش عليها. هو هنا بيقول لك ايه الانستراكشنز، ايه الحاجات اللي احنا محتاجينك انت تضيفها. بيقول لك والله احنا عايزين التايتل، اكيد العنوان، اسم الكاتب، الاي اس بي ان ده موجود على الكتاب عادي، الببلشر، مين الناشر، اتنشر امتى، الفورمات بتاعه ورقي ولا ايه، كم عدد الصفحات، الديسكريبشن. وبيقول لك ان هو لو لغه تانية غير الانجليزيه حدد اللغة دي. فاحنا طبعا اللغة كتاب باللغة العربية، الحب فيزياء وكيمياء وأحياء. يعني خلينا ان احنا ايه ناخد الكلام ده زي ما هو كده، ونروح جايين هنا ونروح حاطين الكلام هنا. طيب هنيجي عند التايتل هنكتب ايه؟ انا هطبق معاكم عملي، الحب كيمياء وفيزياء، مش عارف هنخليها جنبيها ولا ايه ولا قدامها. الاي اس بي ان ده بيكون موجود يا جماعة على ظهر الكتاب او في اول صفحة، يعني زي ما احنا شايفين كده اهو، هو الرقم ده ندمك او شيء ندمك دي، بس ما علينا. اتنشر امتى؟ 12 2010، دي الطبعة الاولى. الفورمات ورقي، بيبر باك، بيج كاونت كام صفحة؟ 152 صفحة. الديسكريبشن الوصف بكل بساطة، خد الوصف اللي موجود في الخارج. الو السلام عليكم، هي خطيبتي بتتصل بيا وانا بسجل الفيديو بتاع تسجيل الكتاب. Few moments later. زي ما احنا شايفين كده انا ضفت الديسكريبشن تمام من على النت عادي، ما هو تلاقيه يعني مش حوار. وفي اخر حاجه البوك لانجوج هنكتب اللغه العربيه. انا بطبق معاكم بشكل عملي اهو بحيث ان احنا نشوف كلام ايه نظامه يعني. هنا بيقول لك والله التوبيك ده عن ايه؟ حب فيزياء وكيمياء واحياء. تمام، انت عايز تضيف انهي حته؟ a new book adding a new book and edition. ناقص لنا بقى ايه؟ الصوره. نيجي بقى هنا، هو عايز انت بقى عايز تضيف ايه دلوقتي؟ الغلاف. فقال لك والله ما ينفعش ان انت تضيف من موقع بيبيع كتب، تمام، الا امازون بس يعني. فانت الموضوع ده هنحله ازاي؟ بكل بساطه، فاحنا هنبحث عن الكتاب، تمام. لو نلاقي صفحه الناشر، يعني صفحه يعني دي المفروض صفحه الناشر اللي هي دار الفاروق، الموقع واقع بالصلاه على النبي. الكسفة اللي انت فيها يا حازم. ما ينفعش مثلا ناخد ايه موقع مثلا زي النيل والفرات، لان ده موقع بيع، فما ينفعش، مش هينفع ناخد الصوره. المفروض هناخد الصوره من هنا، بس ده برضه ايه مش هينفع، فهنطلع مش عارف. انا خطيبتي مختاره كتاب بسم الله ما شاء الله، يعني تحس ان هو يعني مفيش حد عارفه. لا انا ما اسمحلكش. بس هو الكتاب حلو على فكره يعني، هي لما قريت لي منه انا حبيته الصراحه يعني. طيب هنعمل بقى ايه حركه صايعه خالص، ان احنا ايه هنخش على جوجل درايف، تمام، ونرفع الصورة هنا. يعني دي الصورة حلوة جدا اهي، والله يعني خطيبتي دي بتفهم يعني، مصورة صورة عظيمة، فعايش. بص بقى ركز بقى في الحركة دي، هنروح واقفين كده عليها، وهتاخد ايه جيت لينك اهو. هتيجي عند جنرال اكسس هتدوس anyone with the link، يعني اي حد باللينك يقدر ان هو ايه يشوف الكلام دوت، لان طبعا ما تبعتلهمش اللينك وما يعرفوش يستخدموه، فدي قصة تانية يعني. بس يبقى احنا كده حطينا الصورة بتاعت الكتاب بكل بساطة. خلاص ظبطنا كل حاجة، ناخد بس كوبي من هنا عشان ايه لو الدنيا ساحت في بعضها نبقى احنا ايه في التمام. يا مسهل. sorry you must verify your email before posting a new topic. بتهزر بعد ده كله.
طب يا جماعه الحمد لله عملت فيريفاي، فانا هتملك اعصابي تمام، والحمد لله انا كنت واخد كوبي زي ما يكون قلبي حاسس يعني. صبرنا يا رب، ندوس بوست بقى. ممكن بعد اذن حضرتك يعني، بعد اذنك. الحمد لله. فانا ضفت اهو الدنيا. يعني اتمنى ان هو ايه الدنيا تبقى تمام ويرد علينا. المفروض ان هم يردوا في 3 ايام عمل رسميه، فلما يجي لي الرد هبقول لكم بقى ايه اللي حصل. وشكرا حتى الان يعني. سلام عليكم.